السلام عليكم. هو احنا ربنا سبحانه وتعالى كده مش ناوي يخلصنا من الاشكال الضالة؟ يعني انا عايز افهم حاجة. هو ليه كل ما بنعمل حاجة يطلع لنا فيها خوازيق، ويطلع ناس عايزة يعني الحاجة دي تخرب، تبوظ، يجيبوها على الارض، ومش من عندنا بس. يعني مش بعض الاشكال الضالة اللي عندنا في مصر بس، لا ده كمان حتى من دول حوالينا ودول غريبة يعني. احنا عملنا متحف يا جماعة، المتحف ده احنا بنبنيه بقالنا بتاع كام سنة. يعني من 92 فكرته، وابتدى يتنفذ من 2004 ولا 2002، وبعدين كملناه بعد الثورة والخراب لحد ما 2025. يعني انت بتتكلم حاجة و30 سنة، ولمين فلوسه من اليابان شوية، على فرنسا شوية، على الدولة شوية، على نكمل من هنا نكمل هنا عشان نعمله، عشان يبقى فيه حاجة نلم فيها كام ألف مخزن مليانين آثار وحاجات كلها نادرة ومش معروضة. نزود السياحة شوية في البلد ونعمل طفرة كده حلو. نار، نار قادت ومش عايزة تطفي. إشي دول عربية، إشي شيوخ سلفية، إشي علماء فقه فجأة اكتشفوا إن مصر فيها آثار، وإن الآثار دي حرام وإنها أصنام. أصنام إيه وبتاع أصنام؟ أصنام إيه؟ انا مش هتكلم ان لما المسلمين الاوائل جم مصر ما حدش فيهم جه ناحيه التماثيل ولا المعابد، ولا حد جه ناحيه الاهرام ولا ابو الهول، ولا حد فيهم، ولا الصحابه حد فيهم اتكلم على الكلام ده اساسا. فنيجي في القرن ال21 يطلع شيوخ سلفيه فجاه سبحان الله، يعني عمرهم مثلا ما حد فيهم اتكلم عن الموضوع ده، وهو كلهم مثلا اللي عنده 60 سنه واللي عنده 70 سنه وبيفتي بقاله بتاع 50 سنه، عمره ما اتكلم عن اي حاجه في اي دوله تانية. يعني عمر مثلا ما حد فيهم حرم متحف اللوفر، حرم متحف البوليتان، متحف اللي مش عارف ايه اللي فين، ولا حد اتكلم عن لكن لما مصر عملت متحف سبحان الله، بقت المتحف المصري واصنام وفرعون وانا ربكم الاعلى ودول كلهم وثنيين، وانتوا فرحانين باجدادكم، دول اجدادكم دول المفروض انتوا تستعروا منهم، دول كلهم وثنيين، ومن تشبه بقوم بقى منهم، والتربتت والترابت التوت، وان زياره المتاحف او زياره المتاحف بقت حرام. تمام، واخدين بالكم انتوا؟ ما علينا يعني. هو احنا بنصلي لهم؟ هو انت يا شيوخ السلفيه يا انا مش فاهمها اساسا، يعني اقسم بالله انا لحد دلوقتي، وانا اسف يمكن انا جاهل، بس انا مش عارف يعني ايه شيخ سلفي او شيوخ السلفيه، مش عارف يعني ايه يعني اللي اعرفه عالم في الدين، فقيه في الدين. يعني كلمه شيخ اصلا مبدئيا هي حد شيخ، يعني سنه خلاص بقى في مرحله الشيخوخه، بقى عنده عدى ال60 عدى ال70 سنه فبقى شيخ. لكن اللي اعرفه ان هي اسمها عالم في الدين او فقيه في الدين. يقول لك شيوخ السلفيه، واتحدفوا علينا من البلاعات تاني بعد ما كنا خلصنا من الهم ده، والقنوات اللي كانت مليانه بيهم وطفحانه بيهم، والبلاعات اللي كانوا بيطلعوا منها، وحرموا علينا كل حاجه في حياتنا، كل حاجه كانوا محرمينها. عشان تبقوا فاهمين حاجه، في الشعب المصري، الشعب المصري، ودي معلومه انا ما اعرفش انتوا عارفينها ولا لا، ولكن الشعب المصري من الاف السنين، مش عشرات السنين، لا من آلاف السنين، من أيام قدمائنا المصريين وأجدادنا زمان، والكلام ده مصور على المعابد. ولو تقروا التاريخ القدماء المصريين تعرفوا إن كان المصريين بيقدسوا الإله الواحد، وكانوا بيسجدوا ومؤمنين بالحساب وبالبعث وكل شيء. وده كلام قتل بحثا واتكلم فيه علماء واساتذه التاريخ واساتذه في الاثار واساتذه في الهيروغليفيه كل حاجه.
حتى علماء من الأزهر قالوا أن أجدادنا المصريين القدماء ما كانوش وثنيين، وكانوا يؤمنوا بالإله الواحد. لكن أنا باتكلم على الشعب المصري اللي هو يعني عشرات السنين ومئات السنين اللي فاتت دي. الشعب المصري شعب متدين، شعب محترم. أنا ما باتكلمش عن قلة كده بتبقى فاسدة بيعملوا بعض الحاجات الغلط، أو لا، أنا باتكلم على الشعب كتوتال، يعني النسبة الأكبر من الشعب سواء مسيحيين أو مسلمين متدينين وبيراعوا ربنا، والصلاة دي عندهم التزام. فاحنا بنصلي الحمد لله، وبنصوم وبنزكي، وعلى قد ما بنقدر بنعمل عمرة أو بنحج، وعارفين الحلال وعارفين الحرام. ومحدش فينا راح معبد أو مسلة أو تماثيل لقدمائنا المصريين وراح قاعد يصلي. فليه كده؟ يعني ليه لما مصر بتعمل حاجة حلوة بتيجي الأوامر من بره للخونة والعملاء بتوعهم؟ بوظوها، اخربوها، دمروها. سواء بقى السوشيال ميديا ولجان السوشيال ميديا، أو كمان بتوع السلفية والدقون وتجار الدين، يطلعوا ولل 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 ولل. ده احنا بنقول يعني يا سياحة تعالي. ما هو السياحة دي بتدخل دخل لمحلات ومطاعم وبازارات وفنادق ومولات وغيرهم كتير، وشركات طيران وشركات مواني وغيرهم كتير جدا، فيها ملايين من الناس بتشتغل بياكلوا عيش من السياحة دي. ما احنا عانينا في السنين اللي ما كانش فيها السياحة، في الثورة وما بعدها وأحداث رابعة وبعدها والإرهاب، كذا سنة كانت الفنادق فاضية وكانت الدنيا فاضية والمحلات ما بتبيعش والبازارات قافلة وناس كتير اتشرطت واتخرب بيوتهم. ملايين شغالين في السياحة في مصر، من أول عامل شغال في مطعم أو كافيه أو مول أو بازار لحد أصحاب شركات وشركات طيران وفنادق وأتوبيسات وكل شيء. مصر بلد سياحية، ففي ملايين شغالين، والملايين دول عندهم أسر بياكلوا من وراء الشغلانة دي لقمة عيش. فلازم طبعا تيجي أوامر من بره، اضربوا الكلام ده، خربوا الكلام ده. زي ما بيجي أوامر من بره اعملوا فتن ما بين مسلمين ومسيحيين، اعملوا فتن في الكورة ما بين أهلاوية وزملكاوية، اعملوا كذا، اعملوا كذا. بتيجي الأوامر. السوشيال ميديا دلوقتي شغالة طلقة بسم الله ما شاء الله، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. لجان من آلاف اللجان وآلاف الحسابات شغالة شتيمة ما بين الدول العربية وبعضها، وما بين مصر والسعودية، وما بين الإمارات والسودان، وما بين مش عارف الجزائر والمغرب، وما بين تونس ومش عارف ومين. ولعة ولعة. عشان كل ده عشان الكيان يشغلنا ويخرب بلادنا ويعيش هو بقى، دب في سوريا، يدب في العراق، يدب في لبنان، يدب في فلسطين، يدب زي ما هو عايز يدب ويخرب بلادنا. وللأسف في بهايم كتير وشوية بقر بيمشوا ورا الكلام ده. نعقل نعقل وما نصدقش أي كلام يتقال. الإشاعات بتدمر بلاد، الفتن تدمر بلاد، واحنا عايزين نطلع لقدام. كفاية المشاكل والأزمات الاقتصادية اللي احنا فيها، عايزين نطلع لقدام. ربنا يحفظ مصر ويحفظ بلادنا، ونعقل يا جماعة شوية، ومش كل كلام نردده ومش كل كلام نجري وراه. السلام عليكم.